هو اول فيلم مصري بيناقش قضيه الارهاب. هو ما وقفش عند كده كمان، ده اخد الموضوع في حته تانية خلت ليه ابعاد مختلفه. هو فيلم قصير نسبيا لكنه مليان بالنجوم زي محمود ياسين، سعاد حسني، عزت العلايلي وجميل راتب. فمع مراجعه الفيلم صاحب المركز ال 46 في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، وهو فيلم على من نطلق الرصاص. الفيلم قصه وسيناريو وحوار رأفت الميهي ومن اخراج كمال الشيخ. تبدا الحكايه مع شخصيه مجهوله بتدخل واحد من شركات القطاع العام. الشخصيه دي بتطلب انها تقابل رئيس مجلس اداره الشركه علشان نتفاجئ انه بيطلق عليه الرصاص، وبعد كده بيحاول الهرب، وبعد كده بتخبطه عربيه وهو بيهرب، وبيتم نقله بعد كده للمستشفى هو ورئيس مجلس الاداره واللي نجا من الموت باعجوبه. ومع التحقيقات بنعرف ان الشخص ده اسمه مصطفى حسين، وان تم اعتقاله اكتر من مره، لكن برضه مفيش اي علاقه ما بينه وبين رشدي عبد الباقي رئيس مجلس الاداره واللي تخلي فيه اي سبب انه يضربه بالرصاص. لكن التحقيقات بتكشف انه كان على علاقه بتهاني زوجة رشدي. ومع استدعاء للتحقيقات بنبدا نعرف الحقيقه، وهي ان مصطفى وتهاني وخطيبها سامي عبد الرؤوف كانوا اصدقاء جدا ومش بيفرقوا بعض ابدا، وان سامي وتهاني كانوا شغالين في الشركه اللي كان رئيسها رشدي. وبعد كده بنعرف ان في احد العمارات اللي كانت بتشرف الشركه على ابنائها وقعت على دماغ صحابها، وده كان بسبب تلاعب وغش في الاساسات. وبيتم اتهام سامي في الواقعه على اساس انه كان المهندس المشرف على المشروع، وبالرغم من براء سامي من اللي حصل وده لانه استلم المشروع قبل نهايته بفتره بسيطه، لكن تم التلاعب في الاوراق ووضع سامي في السجن وبعد كده وفاته. وبعد وفاه سامي بيخرج مصطفى من المعتقل وبيحاول يدور ورا السبب الحقيقي لوفاه صديقه علشان يكتشف هو وتهاني مفاجاه كبيره جدا هتغير كل حاجه في حياتهم. ويا ترى ايه اللي هيحصل؟ لو دورت في تاريخ رأفت الميهي ككاتب سيناريو هتلاقي ان معظم الافلام اللي كتبها مدتها بتتراوح ما بين ساعه و20 دقيقه وساعه و40 دقيقه على اقصى تقدير، وده شفناه في افلام كتير زي فيلم الهارب والحب الذي كان وعيون لا تنام وعلى من نطلق الرصاص. ليه انا ذكرت النقطه دي بالذات؟ لان افلام رأفت الميهي معظمها بتحمل افكار مهمه جدا وقيمه وبتناقش قضايا مجتمعيه غايه في الخطوره، ومن الصعب جدا انك تقدر تطرح النوعيه دي من الافكار في اطار زمني ضيق زي اللي اتكلمنا عليه، وده من غير ما تخل بالبناء الدرامي للفيلم ومن غير ما تخلي في سبل وادوات ايصال الفكره للمشاهد. واللي يثبت لك وجهه نظري انك هتلاقي ان معظم افلام هوليوود واللي بتبقى في اطار زمني صغير زي اللي اتكلمنا عنه هتلاقي ان معظمها افلام كوميديه وافلام دراميه خفيفه، لكن من الصعب جدا انك تلاقي فيلم له ثقل واهميه بيتم عرضه في النطاق الزمني الضيق ده، وهتلاقي ان معظم الافلام دي مدتها الزمنيه لازم تتخطى الساعتين. فاللي بيعمله رأفت الميهي ده شيء عبقري لا يصدر غير من كاتب سيناريو حريف جدا، كانك بتتفرج على لاعب كره مهاري بيرقص لاعب في منطقه صغيره جدا لا تتعدى السنتيمترات، وبالرغم من ده فهو بيمتعنا بادائه وحرفنته. ومع النطاق الزمني الضيق للفيلم فهتلاقي ان في مجموعه كبيره جدا من الفنانين زي عزت العلايلي وسعاد حسني ومحمود ياسين وجميل راتب وحسن عابدين، وكل واحد فيهم ليه جزء لا يتعدى ال 20 دقيقه مثلا من اجمالي الفيلم. ولما تضيف لكل ده المخرج العبقري كمال الشيخ واللي يعتبر علامه كبيره جدا في السينما المصريه واللي ليه حوالي 8 افلام في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، فعند جمعك لكل العناصر دي هتلاقي نفسك مقبل على وجبه سينمائيه دسمه جدا، وفي نفس الوقت فهي خفيفه جدا وسريعه وبتطرح فكره في غايه الاهميه والخطوره، وهي فكره كيف يتم صناعه الارهاب وايه هي الخطوات اللي ممكن نعملها علشان نحول شخص عادي لشخص عنيف وقاتل. وهل الصوره اللي بتوصل لينا عن اي حادث يتم اطلاق عليه صفه ارهابي هل هي صوره حقيقيه وكامله، ولا يمكن في نقط كتير وتفاصيل من الممكن انها تكون غايبه عنا وتخلينا بعد كده حكمنا على الاحداث غير عادل؟ في بدايه الفيلم بنشوف شخص ماشي من ظهره ومن خلال زاويه ضيقه للكاميرا مش بنقدر نستطلع منها الشخصيه والمكان اللي ماشي فيه، لكن بعد كده الزاويه بتوسع وبنفضل ماشيين ورا الشخص ده واحنا مش عارفين مين هو ولا عارفين ايه هدفه. احنا شايفين بس شخص عادي في وسط مجموعه من الاشخاص العاديين لحد ما بيوصل لمكتب رئيس مجلس اداره الشركه، وساعتها بس بنبدا نتعرف على الشخصيه دي ونشوف وشها، وبعد كده بنعرف هدفه لما بنشوفه بيقوم باطلاق الرصاص وبيهرب. التدرج في ظهر الشخصيه ودوافعها خلق حاله من الاثاره غير طبيعيه وخلتك كمشاهد مشدود من بدايه الفيلم وبتبقى عايز تعرف باي طريقه اللي حصل ده سببه ايه. وبعد كده لما بيتم التحقيق في الواقعه ومع شهاده الشهود بنعرف ان رشدي راجل شريف وخير ومعطاء، رجل لا تشوبه اي شائبه بشهاده الشهود والمحيطين به. ومن هنا فقد يعتقد البعض انه لما يوصل للنقطه دي انه وصل للصوره الكامله للموضوع، وهي ان في واحد مجنون اطلق النار على راجل شريف بشهاده الجميع. لكن احب اقول لك انك غلطان، لان دي تقريبا الصوره اللي بتوصل لينا لما بيحصل على ارض الواقع اي حادث مشابه اللي احنا بنتكلم عنه واللي بيتم اطلاق عليه لفظ حادث ارهابي. بيوصل لنا مجموعه من المعطيات القليله جدا واللي بتبقى ظاهره لينا وبناء عليها بنبني احكامنا، لكن مفيش حد فينا بيفكر هي ايه دوافع الشخص اللي ارتكب الحادثه دي، ايه هي اسبابه اللي خلته يتحول لشخص عنيف بيحاول انه يطبق وجهه نظره او ياخد حقه من خلال العنف. مفيش حد بيدور في الدوافع. وبعد كده بنروح للنقله الثانيه والاهم من وجهه نظري واللي عملها كل من رأفت الميهي وكمال الشيخ، وهي انهم خلونا نغوص من خلال الفلاش باك او من خلال التحقيقات ونعرف القصه الحقيقيه لمصطفى
وايه هي دوافعه لارتكاب الحادثه دي. مصطفى شاب عادي بيؤمن بالتغيير عن طريق الكلمه، وده اللي خلاه يشترك في مظاهرات كتير بيطالب فيها بالتغيير، وقام بكتابه منشورات بيطالب فيها بتقديم المسؤولين الحقيقيين عن النكسه للمحاكمه. فلحد دلوقتي هو شخص عادي جدا شايف بعض الحاجات في المجتمع وبيطالب بتغييرها، وده عن طريق الكلمه فقط لا غير. مصطفى كمان ملوش اي تطلعات راسماليه، ولا كان نفسه انه يبقى من طبقه الاغنياء، وكان مؤمن دايما ان السعاده ممكن نلاقيها في الحاجات البسيطه والرخيصه زي ما نشوف المشهد ده. يعني الحل ان احنا نموت بقى، حتى الحلم بلاش منه. لا ما نموتش ولا حاجه، بس نحلم بالممكن، نحلم احلام بسيطه. الجمال مش ضروري يكون غالي، ممكن تلاقيه في حاجات بسيطه ورخيصه. لكن الشيء الخطير من وجهه نظري انه كان مؤمن تماما ان المجتمع مش ممكن يسمح لشخص شريف بتحقيق حاجه ليها اي قيمه، زي ما هنشوف برضه في المشهد ده. عايزه تركبي عربيه 10 متر وتسكني في شقه من دول، يبقى تدوري لك على وظيفه في الحكومه تاخدي منها رشوه ولا عموله، او تشوفي لك مخزن قطاع عام تحرقيه قبل الجرد، او تتاجري في المخدرات. يا تهاني لازم تعرفي ان احنا في بلد ما بيتمتعش فيه غير اللصوص، وعشان كده الشريف مش ممكن يحقق حاجه ليها قيمه. خطوره الكلام ده ان الناس العاديين من محدودي ومعدوم الدخل بيفقدوا اي امل في التغيير اوضاعهم بطرق شريفه، فبناء عليه بيتجهوا لطرق غير شريفه او بيصبحوا يائسين من الاوضاع الموجوده في المجتمع. فلما توصل بالافراد في المجتمع انهم يقتنعوا تماما ان السبيل الوحيد لتغيير اوضاعهم هو السرقه والنهب، فده بيبقى ليه تاثير خطير جدا على المجتمع، وده لانك بتخلق مجموعه من الافراد الكسالى والحراميه والمنتفعين واليائسين والمحبطين في نفس الوقت، وبتقضي على فكره انك لو اشتغلت وفكرت وابدعت ممكن تطور من نفسك ومن مستواك زي ما بتعمل المجتمعات المتقدمه. لكن برغم من كل ده فمصطفى ما زال شخص عادي، هو محبط او يائس نوعا ما لكنه عادي، هو ما زال مؤمن بقدرته على تغيير الاوضاع من خلال الكلمه والراي. نقطه التحول في شخصيه مصطفى حصلت لما تم اعتقاله وتعذيبه، وبعد كده لما عرف ان صديق عمره تم سجنه الظلم في قضيه تتعلق بالفساد في بناء بعض المساكن الشعبيه، وفكره ان صديقه تعرض لظلم كبير بجانب الظلم والتعذيب اللي تعرض ليه مصطفى في الاساس، فده حول مصطفى من شخص هادئ ومسالم مؤمن بالرضا بالواقع والاستمتاع بالممكن الى شخص غاضب وناقب على اوضاعه وعنيف في كلامه وانفعالاته. وده لاحظناه بقوه في مشهده مع تهاني لما كان بيبص لها بنظره كلها احتقار وهي راكبه العربيه المرسيدس، وحملها بعد كده كل الخطايا اللي حصلت وانها هي السبب في اللي حصل لسامي، مع انها في الاساس هي مش طرف خالص سواء في اللي حصل له او اللي حصل لصاحبه. لكن مصطفى كان غاضب جدا من اللي حصل معاه، وكان بيطلق سهام الغضب على كل اللي كان بيقابلهم، وده كان تمهيد وتطور طبيعي ادى بعد كده لفكره اطلاق الرصاص على رشدي. ومن خلال الكتالوج الكامل اللي قدمه رأفت الميهي عن كيفيه تحويل شخص عادي لشخص ارهابي، فدلوقتي نقدر نقول ان الصوره وضحت شويه، وهي ان احنا عندنا شخص عادي مؤمن بالتغيير بالكلمه تحول نتيجه للظلم والقهر والتعذيب الى شخص عنيف يؤمن بالتغيير بالقوه، وان تعرض مصطفى للظلم مع ايمانه الراسخ بان القانون مش هيجيب له حقه، وده لانه شايف ان القانون اللي مهمته ارساء العدل حمل فاسد وظلم الشريف، فبناء عليه فراح مصطفى واخد حقه بايده. وده من رايي الشخصي هي بدايه الفوضى في اي مجتمع، وهي ان الشخص المظلوم ياخد حقه بايده ليقينه ان القانون مش هيجيب له حقه. وده هياخدنا للسؤال الاهم، وهو على من نطلق رصاص. بس لازم نعرف الاول هو ان السؤال ده موجه لينا في الاساس، وان رأفت الميهي وكمان الشيخ سالونا السؤال ده ومستنيين منا الاجابه. انا عن نفسي مش هقول الاجابه مع اني عارفها، لكن انا هشرح لكم السؤال نفسه واحاول اوصله ليكم بشكل مبسط، وانتم ممكن بعد كده تبقوا تجاوبوا عليه. السؤال ده ممكن يبقى ليه اجابتين، وده على حسب موقعنا من السؤال. بمعنى اننا لو متفرجين على الحدث من بره، هل نطلق الرصاص على شخصيه مصطفى ولا على شخصيه رشدي؟ هل المجرم اللي سرق في الاساسات فبنى عمارات وقعت على سكانها وبعد كده لبس القضيه لواحد مظلوم وقتله وبعد كل اللي عمله ده اتجوز خطيبته، ولا المجرم اللي حاول يقتص لنفسه ويطبق القانون بايده؟ مين فيهم الارهابي، رشدي ولا مصطفى؟ وجهه نظر تانية، وهي لو نظرنا للموضوع من وجهه نظر الشخص المظلوم، فهنسال نفسنا على من نطلق الرصاص؟ هل نعمل زي مصطفى ونطلق الرصاص على رشدي، ولا من الافضل اننا نطلق الرصاص على راس منظومه الفساد على اعتبار ان رشدي جزء من منظومه كامله بتعتمد في الاساس على الفساد؟ ولا يمكن نطلق الرصاص على القانون اللي ما جابش حق المظلوم وخلاه ياخد حقه بايده؟ على من نطلق الرصاص؟ وخلينا متاكدين ان رأفت الميهي وكمان الشيخ ما كانوش يقصدوا الرصاص بمعناه الواضح والصريح، ولكنهم بالتاكيد كانوا يقصدوا الرصاص بمعناه المجازي، وهو اصابع الاتهام واللوم والعقاب. وده ياخدنا لنقطه اخيره انا كنت مستغربها في الاول، وهي سرينه الاسعاف اللي كانت موجوده في اخر مشهد، لكن لما قمت بربطها بسرينه الاسعاف اللي كانت موجوده في اول الفيلم فتوصلت ان السرينه هي عباره عن جرس انذار لينا قام كمان الشيخ باطلاقه في بدايه الاحداث ونهايتها علشان يقوم بتنبيهنا بخطوره الموقف، وان الموضوع مش متعلق بحكايه مصطفى وتهاني وسامي ورشدي. الفساد مش متعلق بزمان ومكان واشخاص، الفساد هيفضل مستمر وبياكل زي السوس فينا ومش هنتخلص منه غير لما نعرف اجابه السؤال، وهو على من نطلق الرصاص. وبس كده، سلام.